الإسلاموفوبيا التي تتغذى على انتشار سمعة الإرهاب الملصقة زورا بالإسلام. تعهد حزب الحرية الهولندي المتطرف بإغلاق كل المساجد ومدارس المسلمين وحظر القرآن. هذه الوعود المتطرفة جددها رئيس حزب الحرية النائب جيرد فيلدرز ضمن وثيقة من صفحة واحدة نشرت على حسابه على تويتر. أوردت برنامجه الانتخابي في إطار حملة الحزب للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في آذار مارس من العام 2017. حزب الحرية معروف بمعاداته الشديدة للإسلام وخشيته المبالغ فيها من أسلمة هولندا مع تزايد وفود اللاجئين الهاربين من الحروب في سوريا والعراق خاصة. ويأمل الحزب اليميني المتطرف في القضاء على ما زعم أنها أسلمة البلاد عبر إغلاق الحدود ومراكز طالبي اللجوء ومنع وصول مهاجرين مسلمين ومنع ارتداء الحجاب في الوظيفة العامة، وصولا إلى منع عودة الأشخاص الذين قاتلوا في صفوف تنظيمات متطرفة في سوريا. وبهذا تكون أزمة اللجوء الأسوأ التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قد كشفت تناقض الوجه العنصري ضد المسلمين مع مبادئ بلد لطالما تغنى بالتعددية الثقافية والديمقراطية كهولندا. ويبدو جليا أن التطرف الذي ألصق بالإسلام بجريرة قلة قليلة منبوذة في مجتمعاتها قابله تطرف معاكس أنكر على المسلمين كافة الحق في المساواة الاجتماعية دون النظر إلى المعتقد الديني.